اتخذت الفاف قرارها ووقع اختيارها على البرتغالي كارلوس كيروش بدلاً من جمال بلماضي. علاوة على ذلك قدم له عرض مالي في انتظار الرد هذا الأسبوع. كيروش خلال حديثه مع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شخص مشكلة المنتخب الجزائري على الصعيد الذهني، معتبراً أن المنتخب الوطني يعد من بين الأفضل في القارة. ومن هنا جاء تأكيد كيروش أن المشكلة تكمن في الجانب الذهني، وسيساعد كيروش في مهمته فني محلي، في حين تم استبعاد وحيد خاليلوزيتش لأسباب خارجة عن اختصاص الاتحاد الجزائري. أما بلماضي فهو لم يطلب تعويضاً طوال مدة العقد، بل رد على مراسلات الفاف يخبرهم بأن عرضهم المالي غير مناسب. والمشكلة بالنسبة لبلماضي ليست مالية، بل هو أمر شخصي بينه وبين وليد صادي، الطريقة التي أعلن بها رئيس الفاف انتهاء مهامه والتي اعتبرها بالماضي مهينة. ونذكر أيضاً أن بالماضي هو من طلب من مساعديه التوقيع على انتهاء مهمتهم وقبول التعويض الذي اقترحته الفاف. بريتو ليلا دي كيروش هو مدرب كرة قدم برتغالي عمره 78 سنة، درب المنتخب قطر. شغل منصب مدرب منتخب البرتغال، الإمارات العربية المتحدة، وجنوب إفريقيا وإيران ومصر وكولومبيا، وقاد جنوب إفريقيا والبرتغال وإيران للوصول إلى كأس العالم. جمال بلماضي يرد على الإشعار الذي أرسلته له الفاف يوم الأحد الماضي، وطلب من الفاف منحه عرضاً آخر غير الذي قدم له من صادي سابقاً، كما منح الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مهلة 80 أيام من أجل الرد على مطلبه بلماضي. أكد أنه سيذهب إلى الفيفا بعد 8 أيام للمطالبة بمستحقاته إذا لم يتلقى عرض يناسبه، كما طالب بمعرفة وضعيته وإرسال إشعار مكتوب يؤكد فيه إقالته من منصبه بلماضي، طالب بمستحقاته كاملة إلى غاية 2027. وفق العقد المبرم بينه وبين الفاف بلماضي يتقاضى 208 ألاف أورو شهرياً، ويطالب مبلغ 7,280,000 يورو. وبهدى التصريح، مدرب الوطني جمال بلماضي وبصريح الكلام يكون قد أكد أنه يريد مواصلة عقده إلى نهايته لرفع التحدي وقيادة المنتخب إلى نهائيات كأس العالم 2027 كما ينص عليه العقد الموقع مع الفاف بقيادة الرئيس السابق الفاف جهيد زفزاف. جمال بلماضي منفتح في إطار الاحترام لجميع الأطراف، الجلوس على الطاولة ومناقشة كل الأمور التي تخص المنتخب ومستقبله. من الواضح أن المدرب الوطني جمال بلماضي مستعد حتى لتقليص راتبه، ولا أعتقد أنه هدد بالذهاب إلى الفيفا عكس ما يشاع أيضا. بلماضي أعتقد أنه يعي تماما أن هناك حملة لإجباره على الذهاب إلى الفيفا لأخذ مستحقاته حتى يظهر أمام الشعب إنه يريد الأموال فقط، برغم أن هذا حقه لو تتم قالته. وبلماضي ليس ذلك الشخص يقبل الظلم على نفسه مهما كان، ويدافع بشراسة عن نفسه دون التقليل من احترامه للآخرين. ما أنا متأكد منه أن المدرب الوطني جمال بلماضي لن يلجأ إلى الفيفا إلا إذا دفع إلى ذلك رغما عنه، وتمنى أن لا تصل الأمور إلى تلك المرحلة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.